السلام عليكم خوتي خواتاتي، اش اخباركم؟ كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ العائله مزيان؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير يا ربي. اليوم خواتاتي غنبعدوا شويه على الطبخ وغندير واحد الوصفه رائعه لسد المسامات. هاد الوصفه خواتاتي تنحتاجوا لها 2 معالق تاع زرات الكتان، 2 معالق تاع النشا. هنا خواتاتي عندنا هاد الورد مستخلص من الورد البلدي، رائع خواتاتي الصراحه. هاد الماء الورد زوين. هنا خواتاتي عندي الماء، ان شاء الله غندوزو باش نشوفوا الوصفه كيفاش نصاوبوها. هنا خواتاتي عندي هاد الكاسرونه غنوضع فيها زرعه الكتان وغنضيف عليها الماء. دابا غنعملها خواتاتي فوق النار، نخليها حتى تغلى باش تعطينا غير داك الجيل ديالها، وغادي نصفيها من بعد. وهي خواتاتي كي تشوفوا وضعتها فوق النار، غنخليها حتى يطلعها الغليه، نخليها تغلي غير واحد شويه ونحركها تنحس بها عطاتنا داك الجيل ديالها صافي، وغادي نطفي عليها النار. هنا خواتاتي كي تشوفوا طلعتها الغليه، هي بدات تغلى وبدات تعطينا داك المستخلص ديالها تاع الجيل، ها هو بدات تتعقد صافي خواتاتي. واحد شويه غنطفي عليها النار. صافي خواتاتي دابا كي تشوفوا راه عطاتنا الجيل ديالها صافي. دابا غنطفي عليها النار. دابا خواتاتي عملت واحد الصفايه وغادي نصفيها. حنا الغرض تاعنا في داك الجيل ماشي في بذور الكتان. صافي خواتاتي كي تشوفوا هذا هو الجيل ديالها حنا حصلنا عليه. هنا خواتاتي في هاد الكاسرونه غادي نضيف تقريبا 3 المعالق تاع الماء، وغادي نضيف هاد الماء ورد توا تقريبا غندير منه كميه تقريبا شي 4 المعالق، وغادي نضيف النشا. هنا خواتاتي عندي هاد الطراب باش غادي نطرب المسائل تاعنا. حيدو هاد الكوتيل باش ما يبقاش يتكور لينا سميتو، كاع دوك الكواري يتحيدوا. حاولوا خواتاتي نخلطو نشا مزيان باش ما يبقاش فيه دوك الكوارات. خلطوا خواتاتي مزيان، قد ما خلطناه مزيان يتحيدوا منه دوك الكوارات اللي فيه. صافي خواتاتي دابا هو تخلط. دابا غنضيف عليه هاد الجيل تاع بذور الكتان. شا خواتاتي فاش برد كيولى راه مزيان خواتاتي لشد البشره وتيغلق المسامات، تجي خواتاتي هاد الوصفه رائعه. دابا خواتاتي غادي نديرو فوق النار وغادي نبقى نحرك فيه تنحصل على الكريمه اللي بغينا. انا خواتاتي عملته فوق النار، نار مهيله كي تشوفوا ما كثرتش عليه النار، وغادي نبقى نحرك. عرفت خواتاتي هاد الكريم والله العظيم الا رائع، احسن من دوك الكريمات اللي تنشريوهم بثمن باهظ وما تكون حتى نتيجه الصراحه. اما الحاجه الطبيعيه تنديروها بحال هكا بيدينا راه زوين. وهذه خواتاتي انا راني عند تجربه، راه خواتاتي فاش نجرب حاجه وتصدق ليا عاد تنشاركها معاكم صراحه. انا خواتاتي غنبقى نحرك دابا
تنحصل على الكريم اللي بغينا او الكريمه. كي تتشوفوا اخواتاتي ها هو الكريم تاعنا، ها هو وجد جانا اخواتاتي على الطريقه هذيك تتشوفوا، جا اخواتاتي رائع. دابا اخواتاتي غنديرو في واحد القنينه ونخليه تيبرد، عاد غنديرو في واحد القنينه وغنديرو في الثلاجه، ومره ندهنو به الوجه تاعنا، والبلاصه كاع عندنا فيها المسامات ندهنوهم بها. انا خواتاتي كي تشوفوا غنوضعوا في هاد القنينه هادي. القنينه خواتي تكون تاع الدجاج، من الاحسن تكون ديال الدجاج. شتا خواتاتي كيفاش تقالت ولات على شكل بوماد. ولكن خواتاتي راه ماشي حنايا فينا واحد القاعده تنديروا الحاجه مره او جوج وتنقولوا ما عطاتناش النتيجه، لا خصنا نداوموا عليها ديما الوجه. كي تتشوفوا خواتاتي الكريمه ديالنا هي هذه درتها في هذه القنينه. وخواتاتي الا بغيتوا الحاجه تصدق تبعوها، ماشي غير مره صافي. نشد اخواتاتي نطبقوها على الوجه ديالنا، على الجبهه وعلى جهه العينين وعلى اي بلاصه. راه مضمونه اخواتاتي هاد الوصفه. نديروا اخواتاتي بحال هكا ونخلوها حتى تيبس، نغسلوها بما بارد. ولكن اخواتاتي حنا تنتسرعوا تنديروا الحاجه مره تنقولوا ما صدقاتش. هذه اخواتاتي راه عند تجربه الصراحه، صدقوني اقسم بالله العظيم الا عند تجربه. وانا الحاجه لما جربتهاش راني ما نشاركهاش معاكم، الله شاهد. طبقوا اخواتاتي بحال هكايا على الوجه تاعكم، والبلاصه اللي بانت لكم فيها المسام اليدين حتى هما راه مزيانين ليهم تتبيض وزوينه وتشد البشره. واخواتاتي هذا هو، تبعوا داوموا، ماشي غير مره ولا جوج نقولوا ما درت لينا والو، لا بالعكس خصنا نداوموا على الحاجه باش الحاجه تصدق لينا. واخواتاتي كي تشوفوا هذه الوصفه ديالنا دابا ان شاء الله غنديرها في الثلاجه ونخليها مده اسبوع وين تنستعمل فيها، وان شاء الله غتبان لكم النتيجه. واللي جربها وصدقات ليه يرد لي في الكومونتير. واخواتاتي هذا هو، وبالصحه والراحه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.